اخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير. انتشرت في الساعات الماضية مقطع فيديو لبلوجر مشهورة وهي تتحدث بشكل هستيري عن اكتشاف زواج زوجها من امرأة أخرى. فقد خرجت البلوجر السورية لامي الأصيل عن صمتها، وذلك بعد أن اكتشفت ارتباط زوجها من أخرى بعد زواج دام 12 عام. وأثارت الأصيل ضجة كبيرة بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي بطريقة مبالغ فيها كرد فعل على زواج زوجها. وفي بداية الفيديو هنأت لامي الأصيل زوجها على زواجه قائلة: ألف مليون مبروك، مليون مبروك، مضيفة أنها انفصلت عنه بعد زواجه من أخرى. وعن تفاصيل طلاقها من زوجها باسل خير، طالبت لامي الأصيل بنصف ثروة زوجها السابق باسل خيري، وذلك بحكم حصولها على الجنسية الأمريكية، والذي يعطي الحق للزوجة المطلقة حصولها على نصف ثروة الرجل. ومن جانبه رد باسل خيري على ادعاءات لامي الأصيل عبر فيديو نشره بموقع انستجرام، مؤكدا أنه رفعت عليه دعوى قضائية بالطلاق منذ 3 شهور، وذلك ما دفعه للزواج من أخرى. وأشار باسل إلى كون علاقته بلامي الأصيل كانت متوترة بشدة خلال الفترة الأخيرة، وهو في الوقت الحالي يعيش رفقة أطفاله في منزله ويقضي احتياجات أطفاله دون الحاجة لها. وتزوجت لامي الأصيل من زوجها باسل خيري في عام 2011، وعرف الجمهور باسل خيري من خلال ظهوره في فيديوهات زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتلك ليست أول مشكلة بين الثنائي، حيث واجهت لامي الأصيل وباسل خيري العديد من المشاكل واتهمته بالخيانة أكثر من مرة، كما رفعت عليه دعوى قضائية واتهمته بالزواج من فتاة تصغره ب15 عام. ولامي الأصيل تمتلك الجنسية الأمريكية وتقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم محتوى ترفيهي عن حياتها الشخصية وروتين يومها رفقة أطفالها وزوجها، وتجاوز عدد متابعيها حاجز 840 ألف متابع. اخواتي في الله، لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة ليصلكم الأخبار أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.